وازيكم واهلا بيكم فيديو جديد. ازاي تعمل مونتاج فيديو ريل بسيط بالموبايل بتاعك. انا هستخدم ابلكيشن في المورا موبايل على الموبايل النهارده، ولكن الشرح ده ممكن تعمله او اللي انا هقوله لك في الفيديو ده وهوريك ازاي تعمل المونتاج على الموبايل بتاعك تقدر تعمله على اي ابلكيشن تاني ايا كان الابلكيشن اللي انت عايز تستخدمه. لان خلينا نكون صراحه، كل ابلكيشنات المونتاج بتاعت الموبايل شبه بعضها مع اختلافات بسيطه او استقرار للابلكيشن عن ابلكيشن. تقدر تحمل برنامج في المورا من الرابط اللي في صندوق الوصف وتمشي معايا خطوه بخطوه. فيلا بينا نبدا. اول ما تفتح ابلكيشن في المورا موبايل هتلاقي الواجهه زي ما ظهر قدامك في ادوات كتيره جدا للذكاء الاصطناعي، ولكن مش هنستخدم اي حاجه منهم دلوقتي. اللي احنا هنستخدمه هو نيو بروجكت ونعمل اديت ريل بسيط وعادي ممكن تعمله على اي ابلكيشن تاني. اول حاجه هنعملها ان احنا نضغط على كلمه نيو بروجكت. بعد ما تضغط امبورت ويفتح معاك، تعالى بقى نبدا قصقصه الفيديوهات عشان نشيل المشاهد اللي احنا مش عايزينها. اول حاجه الفيديوهات فيها صوت، انا هشيل الصوت من كله وانا بقص. عايز اقص اول حركه عندك هنا، اول ما تضغط عليه في عندك 3 قطات الاساسيات او القص في السريع. يعني عندك الاول واحده خالص من على الشمال دوت انك انت تعمل دوبليكيت لي او تعمل كوبي للفيديو بتاعك. احنا مش عايزين نعمل كوبي للفيديو بتاعنا، انا عايز اقص. فعندك ال3 خيارات. اللي في النص اللي على الشمال خالص بيقص اللي قبل كده، يعني يقص ويمسح اللي قبل كده. اللي في النص بيقص وبس ما بيمسحش حاجه. اللي بعده بيقص ويمسح لليمين، والاخير بيحذف المقطع كله. فاحنا عايزين نقص ونمشي شمال نكمل مشي. اول ما كملت الخطوتين دولت نمسح بقى الباقي، مش عايز اكتر من كده، انا عايزين مشاهد بسيطه. هنا قبل ما انا احرك نمسح برده القديم ونمشي قدام، وانا ببطأ كده برضه نقص اللي بعد كده. بعد كده عندنا بقى داخله بقى اللي هو واحنا بنمشي قبل، يعني بعد ما نبدا نمشي نقوم قصين اللي قبل كده برضه. كده انا ضغطت بالغلط على القصه اللي في النص فقصيت بس اللي في النص لكن من غير ما امسح. فهنعمل بقى ديليت مش مشكله بما انا ضغطت اللي في النص بالغلط. نكمل مشي شويه ونمسح الباقي. هنا بقى المقطع ده ممكن اوله وهو بيطلع نمسح اللي قبله. مش عايز اطول حاجات، عايزه الفيديو كله على بعضه 20 ثانيه اصلا. وفي ده وانا بقرب على المبنى كده ناخد الحركه نفسها ونمسح الباقي كده ونمسح الباقي. بس كده بقى معانا الفيديو كاساسي. خلينا بقى نكتم الصوت في المشهد كله. يعني احنا نضغط ضغطه واحده عليه، اضغط عند كلمه فوليوم وميوت. للاسف مفيش خيار ابلاي فور اول هنا، موجود في الباقي بس مش موجود في ده، في الاداه ديت بالذات مش عارف ليه. وبعد كده نعمل صح، هنيجي عند كله نعمل الحركه دي لان احنا عايزين نضيف الموسيقى الخاصه بينا. هنا عندك خيارين انك انت تضيف الموسيقى بتاعتك. هتلاقي كلمه اد ميوزك تحت، لما تضغط عليها هينقلك للاغاني الترندنج او الميوزك الترندنج. ممكن تستخدم واحده منهم عادي جدا وتطلع مناسبه ليك والدنيا دي. ولكن اللي انا بحب اعمله ان ادخل على انستجرام اشوف ايه الترندات والاغاني الموسيقى الترند واشوف هتناسب الفيديو ده ولا لا، واللي بيناسب الاغنيه ديت او بيناسب الفيديو ده فبقوم محملها ومستخدمها بان انا اعمل كلمه امبورت واختار من الفايلز الموسيقى اللي انا عايزها وبعمل لها امبورت في البرنامج. زي ما انت شايف الفيديو شكله جميل جدا وحلو اصلا، الالوان طالعه شكلها حلو من الموبايل، مش محتاجه اي حاجه. ولكن ممكن احنا نحط فلتر، احنا نضغط ضغطه واحده كده على اي مقطع من الفيديوهات، نمشي للاخر خالص نلاقي كلمه فلتر ونختار اي حاجه من الحاجات الترندي. صاني مثلا. لو عايز تعرف قبل وبعد هتلاقي تحت خالص زي شرطه مقسومه مقطعين، لو فضلت ضغط عليها تجيب لك قبل وبعد. شكله حلو الصراحه مش وحش. فهنقلل بس زياده شويه، فهنقلل الاوباستي مثلا ل50 وهنعمل كلمه ابلاي تو اول، هيعمل عليها علامه صح وهيعمل لك ابلاي لكل المشاهد عادي جدا اهو. كله اتعمل له. يعني لو دخلنا على كلمه فلتر هتلاقي ان الفلتر معمول وعلى 50. لو عايز بقى تعدل كل مقطع فردي لوحده تقلل او تزود تقدر تعمل من هنا عادي. وكمان ممكن انك تضيف ساوند افكتس هنا من ضغطة الزرار هنا وهيجيب لك كل الساوند افكتس اللي انت عايزها وممكن تعمل سيرش عليها باللي انت عايزه. ولكن اللي انا هعمله هنا دلوقتي عشان المقطع الاول والتاني مش لايقين على بعض قوي، هو انا هتلاقي في علامة ما بينهم كده زي شرطة، دي للترانزيشن. هضغط عليها واقوم ضايف ترانزيشن تبقى لايقه عليهم. فممكن حاجه بيسك او جلitchايه. نشوف في حاجات كتيره جدا الصراحه، وهو بيوري لك هنا الجلitchات شكلها عامل ازاي من قبل ما انت تشغل اي حاجه. التاني ده حلو جدا اللي هو برنس تريب فلا حاجه، مش عارف اسمه ايه اساسا لان هو مش باين، بس هو لطيف جدا. يعني بص جامد والله، جامد حلو قوي. انا هطبقه على كله.
لا جميل. هنعمل كده وابلاي تو اول. حلو قوي. نشوف شكله كده وهنشيل المقاطع اللي مش لايقه. حلو تمام شغال جميل جدا. حلو. في حتت ممكن ان احنا نسرع ونبطئ فيها السرعه شويه. هتلاقي كلمه سبيد ونسرعها مثلا ل2 او لا بلاش نسرعها، نراي نبطئها ونقصها. ايوه هتبقى احلى وهتبقى ثابته اكتر. فهنعمل سبيد نبطئها للنص، على النص كتير قوي فنخليها مثلا على 7/10. الحته دي نقص بقى اللي بعد كده ونقص اللي قبل كده بس كده. فكده كده شكله جامد. بص واحنا اصلا داخلين فيها فشكله جامد جدا وحلو. هنا بقى ممكن ان احنا نعمل سبيد رامب في الحته دي، بس نخليها الفيديو تاني اللي شرحها هيبقى طويل شويه. اللي احنا بقى ممكن نعمله في الفينش مثلا ان احنا نضيف جلو، بان احنا ثواني اوريك نضغطه منين عشان تبقى عارف. في لو انت ضغطت في الفراغ خالص كده في الحاجه السوداء اللي حواليك هنا هتلاقي ادوات كده تحت، هتلاقي انسبريشن بروجرس مش عارف ايه والكلام من ده. احنا مش عايزين اي حاجه من دي، احنا عايزين بس كلمه نعمل فلتر. ممكن تحط على فكره كذا فلتر فوق بعض من القائمه دي طول ما انت مش محدد حاجه. فممكن نعمل هنا وندور على جلو في الفلترز، في تي في جلو، مورنينج جلو. خلينا في المورنينج جلو اعتقد انه هيبقى لايق. مش قوي. نشوف سولار جلو. تقريبا سولار جلو لا لذيذ. نعمل صح اهو اتضافت كادجستمنت لاير. ممكن بقى ان احنا نضغط على السهم ده ونسحبها للاخر خالص كده، وتقدر انك انت تمسحها وتشوف قبل وبعد. ضايفه جلو فعلا، ضايفه جلو شكله لطيف. ممكن كمان تضيف تكست او كتابه وتعمل الشكل اللي انت عايزه ككتابة، او انك تعمل كابشن لو انت بتتكلم وعايز تخلي فيه اوتو كابشن شغالة تمشي ورا كلامك. وبعد كده تتك كلمة اكسبورت وهيجيب لك الخيارات الاكسبورت. ممكن تعمل اكسبورت 4K 2K 720، بس اللي انا انصحك بيه انك انت تعمله 1080 30 فريم وتفعل كلمة ستيبل اكسبورت. ده هيطول معاك شوية في الاكسبورت حاجة بسيطة، ولكن هيخليك الفيديو كواليتي بتاعته احسن. لو انت بتستخدم النسخه المجانيه فهتبقى قافل ريموف ووتر مارك، هتبقى الووتر مارك صغيره خالص فوق على الشمال. لو انت شاري البرنامج ففعل ريموف ووتر مارك، وبعد كده اعمل اكسبورت وفعل الثلاث خيارات دول زي ما انا عاملهم، وخليها 30 فريم بلاش تعملها 60 فريم هتكتر لك المساحه على الفاضي. اتمنى الفيديو يكون عجبك. ما تنساش انك تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه مش مشترك، تعمل شير لكل اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.